مصباح بداية الشهر ولقيت حسابك البنكي فارغ أو محفظتك الرقمية؟ أكيد، لأن ما نسيت تطفي زر الاشتراك التلقائي. اليوم راح أشرح لك بالكيك كيف تطفي زر الاشتراك التلقائي أو تلغي الاشتراك بمنصة الكيك إذا كان عندك اشتراك ويتم تفعيله بشكل تلقائي. أيضا إذا كنت حابب تشترك عند شخص معين لكن الشهر اللي بعده ما حبيت تشترك. نتوجه إلى منصة الكيك. طيب، مبدئيا عن طريق البروفايل الرسمي على منصة kick.com تذهب من خلال المتصفح فقط، هذا الحل يعمل. تضغط على الصورة الشخصية ثم تذهب إلى الاشتراكات. بعدين هنا عندك زر الفعال اللي هو يشير إلى أنه اشتراكك فعال وأيضا قابل للتجديد بصورة تلقائية. إذا كان اشتراك مهدى فعندك هنا تاريخ الإهداء وأيضا الشخص الذي قام بإهدائك هذا الاشتراك من هو. على سبيل المثال عندي اشتراك فعليا فعال، اذا اريد اوقف الاشتراك الفعال من التجديد بنفس الوقت انت ما راح تخسر الاشتراك الموجود حاليا. اذا وقفت التجديد التلقائي او الغيت الاشتراك، الزر هنا اسمه الغاء الاشتراك، يقصد فيه الاشتراك التلقائي او التجديد التلقائي، هذا هو المقصود فيه. فنقوم من هنا بالضغط على الغاء الاشتراك ثم نعم انا متأكد. بهذا الشكل لن يتجدد الاشتراك بشكل تلقائي. لكن إذا ذهبنا إلى قناة SXB على سبيل المثال وأرسلنا أي رسالة ستجد أنه شعار الاشتراك ما زال موجود عندي. نحاول نكبره. نعم، ما زال عندي مشترك لشهرين. وأيضا إذا كان الشات للمشتركين بإمكاني أنه أكتب بكل اعتيادية. لكن إذا أردت أني حتى إذا تلاحظ هنا مكتوب أنت مشترك يعني حتى هذا التاريخ، حتى تاريخ 2 أغسطس، فلما يحين موعد الاشتراك أو التجديد بإمكانك أنك تجدد بسهولة إن شاء الله. أما بخصوص المشاكل اللي تحصل أثناء الاشتراك، بعض الاشتراكات أشخاص يحاولون يشتركون ما يقبل الاشتراكات لكن يقبل الإهداء. هذه سببها لأنه البنك يمنع عملية التجديد التلقائي. بعض البنوك فيها حماية ضد التجديد التلقائي على بطايقها، فما يسمحوا لك بالاشتراك لكن يسمحوا لك بالإهداء، لأن الإهداء مبلغ مقطوع مرة واحدة. بهذه الحالة أنت مجبور أنك تغير البنك، تستخدم بطاقة بنك أخرى أو تستخدم بطاقة المحافظة الإلكترونية، وهو الحل الأنسب اللي يشتغل عند الكثير من الأشخاص. تستخدم بطاقة ال SDC Pay أو المحافظة، أي محفظة رقمية تسمح لك بهذا الشيء، لأنه شروطهم المحافظة الرقمية تكون شوية أسهل وأقل في هذه الناحية تجديدا، وتعمل أيضا مع كثير من المنصات. هذا باختصار، ونشوفكم إن شاء الله مع شرح جديد وحلقة جديدة. مع السلامة. لا تنسوا أن تتابعون بثي على قناة الكيك. سوف أضع لكم أيضا رابط الاشتراك اللي شرحناه قبل قليل. هذا الرابط سوف أقوم بوضعه لكم إن شاء الله في أسفل الوصف حتى يكون الوصول إلى سهل. حتى لو من الجوال راح يكون الوصول إلى سهل عن طريق الرابط فقط من خلال المتصفح، وبإمكانك أنك تلغي الاشتراك. لا تنسى تزورنا في موقعنا على قناة كيك، وأيضا لا تنسى تزورنا في سيرفرنا في الديسكورد. لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، لأني أتعب صراحة حتى أصور هذا المحتوى وأجاوب على الكثير من الأسئلة، لأن أتأخر وفي تكاليف وفي أشياء لازم أفرغ وقتي. فرجاء إذا تقدر تدعمني بأي شيء كان، سواء لايك، سواء تعليق جميل، سواء سبسكرايب، سواء اشتراك على قناة الكيك، دعم معنوي دعم مادي، كل أنواع الدعم مرحب فيها. وأيضا نتشرف فيك كعضو ضمن العائلة. أيضا لا تنسى تسجل في برنامج دعم المشاهدين وتحصل على أرباح أثناء متابعتك اللي في البث. مع السلامة.